السلام عليكم ورحمة الله. إياك لباس. الليلة عندنا مواصلة مع سلسلة حلقات متتالية إن شاء الله عن الحوار الوطني ومدى استعداد المواطنين له والساسة والمثقفين والمفكرين إلى آخره. اخترت الليلة نعدد لكم حلقة غير معتادة، من حلقة مباشرة لنتواصل مع بعض من المواطنين، بعض من الساسة، من أجل إبداء الرأي في هذا الموضوع حول هذا الحوار اللي يهم الموريتانيين بشكل عام، ساسة، مثقفين، خبراء، لأن الحوار الشامل هو ما يبحث في جميع منحى الحياة للوطن. وانطلاقا من ذاك احنا يلا نعود جاهزين لهذا الحوار ان شاء الله اللي نشاركوا فيه كاملين، ونشوفوا مع المتداخل رقم 1. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال يا لباس؟ اهلا وسهلا واخير، مرحبتي يا لباس، يا الخير. يا لباس، احنا اتصلنا على الاثير مباشر. اهلا وسهلا. نختارك اولا تعرفنا على راسك، اولا نعرفونا عليكم، ثانيا نعودوا ونبدأ النقاش ان شاء الله. والله شكرا، جزاكم الله خيرا. انا ينقال لي احمد محمد المريد، امين تنفيذي اتحاديه نواكشوط الشماليه، مدير ديوانها، وواحد من ساكنة مقاطعة تايات، وننتسب لحزب الإنصاف. مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا الفيدرالي على مستوى الولايات نواكشوط الشماليه. شنو رايك في الحوار؟ الحوار سنه حميده، وهو مرآة تعكس سياسة من الأفكار وطور ياسر من الأفكار، وهي وسيلة نمو ووسيلة تبادل الأفكار وتطويرهم وإبداع التفكير. وأنا بالنسبة لي الحوار جيد جدا ومهم وغاية ووسيلة وهدف، والشعوب ما تنمو ولا تتطور ولا تزدهر ما هو بالحوار. ومن إيجابيات الحوار عن يعود يوحد وينسق الأفكار اللي قد يجابروا فيها السياسيين. للأسف وهذا لا نختار بعد نفتح الانتباه شوية عن مشكلة الحوار عندنا احنا الموريتانيين، نحن الموريتانيين المبعول عن الخصوص، إن في المراحل الماضية قلنا يعجزوا وضع عجز السياسيين عن الخروج من الموقع الأول، المكان الأول. الحوار يجب انه يبتعد من سيطرة الفكريات وثقافة خمسينيات القرن الماضي وتفكيرهم ذيك المناوشات الفكرية، وانه يرقى لمرحلة انسجام ونضج ووعي ومصلحة عامة للموريتانيين، بدون انها تدخل فيها دائما ذيك خصاصة وذيك المصالح الضيقة. وهذه مشكلة مطروحة في الحوار. وبالنسبة للحوار الإيجابي الهدف منه والصريح زين حتى مهم وغاية ووسيلة ومطلب عند كل إنسان يشعر بمصلحة وطنه ومصلحة مجتمعه. شكرا جزيلا الأستاذ الفيدرالي. احنا ندوروا نعرفوا شنو أهم النقاط وجهة نظرك اللي يلا تقدم في هذا الحوار. هذا الحوار ظاهر يعني يعود على مراحل، يعود فيه أولويات. الحوار هو اللي يناقش شيء بالنسبة لي أنا هاي المجالات المهمة بالنسبة للمجتمع، كيف الصحة وكيف التعليم، والطريقة اللي يسيروا بها والطريقة اللي يطوروا بها والطريقة اللي يخلق فيها الإبداع والطريقة اللي يخلق فيها مولي التشاور والتفكير وتلاقي المجموعات كاملة. وهذه أهم حتى من الحوار السياسي، لأن الحوار السياسي اللي هو فيه واحد فيه واحد للأحزاب الهدف منه بالنسبة لنا شفنا منه في المراحل الماضية لا تمثيل المجموعات وتمثيل الأشخاص وظهور أشخاص معينة وروايات من النوع، إلا أنه في إطاره هو الحقيقي السياسي من يعود حوار سياسي يعود ذات أهمية ويعود هو المرحلة الأخيرة، ما يعود المرحلة الأولى، تعود همتها أولويات منه
وتطوير المجتمع، خلق مجتمع قوي متماسك فيما بينه، خلق ثقافة قوية حضارية متحضرة للمجتمع الموريتاني والنهوض بالمجتمع الموريتاني، وتطوير ثقافة، تطوير البنى التحتية فيه والبنى الثقافية والمجالات الواسعة. والمرحلة الثالثة وهي عن الحوار السياسي المولي منه مهم. يقال الحوار السياسي المولي شايك وواعي ولازم مولي حد متاح له عنه يطور فكره. وبين الحوار السياسي من يعود يتحاور لا نفس الاشخاص اللي كانوا خالدين ونفس الواقع كانوا خالدين في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات. وعود رئيس حزب لومي كان رئيس حزب، وعود الاحزاب معروفين، وعود القانون يلزم عن كل مواطن موريتاني اللي يعطيه الدستور حقا بالترشح منه ما يترشح معه عن طريق الحزب. وعود الحزب مستعد عنه دائما يجي رجل اعمال ولا حد عنده وسائل ماديه يعطيه يبيع له الترشح في الحزب. عود قاع الحوار كان بلا نتيجه ودوته هذه نتيجه، ويشمل اللجنه المستقله للانتخابات ويشمل الاحصاء ويشمل ياسر الامور ابتعاد مولي اصحاب النفوذ والسلطه وابتعاد السلطه ومعروفين الناس لا تدخل في السياسه. هذا كان مهم لانه اساسا انا بعد اهم عندي الحوار بمجال الصحه ومجال التعليم ووعود المرحله الثالثه المجال السياسي. ما هي النتائج المتوخاة بوجهة نظرك اللي يلا تعود؟ النتائج اللي يلا تعود من على هذا الحوار؟ أنا بالنسبة لي نعم ونتمنى ونعتز باللي نسمع عن الحوار بننتج عن خلق مجموعات والله زاد هيئات علمية متخصصة بالتعليم وعندهم خصوصية في التعليم ويبدو نظرة التعليم على المدى البعيد وتطوير بنيته وتطوير منهجيته واستقلاليته كامل الاستقلالية وتسيير الجماعي ولا تسيير الفردي. مهم عندي ونطمح ونسمع عن الصحة بنفس التطبيق وبالمستوصفات وبالصحة كاملة وتخصصاتهم عنهم تخصص. مهم عندي يعني نسمع هذه الأمور اللي هي من إنتاجات، ومهم يعني نسمع عنه يفتح الباب الواسع أمام الموريتانيين كاملين بحرية التعبير بما فيها الصحابة اللي انتم تسولوا الليلة تشاركوا فيها جزاكم الله خيرا. والصحابة عندهم دور مهم في تكوين المجتمع في وعي المجتمعات ومهمين في التلاحم في المجتمع والتعاون والتكامل بهم اللي هم حسب مقالاتهم وحسب معاييرهم يستفاد من البعض والبعض يبيعها. وبالتالي التعليم الصحابة يزال تحتاج الحوار وتحتاج إخراج بالحوار يدعمهم ويكونهم ويوفر لهم الظروف الملائمة للمعاهدهم العلمية ياك تبرز وياك تستفاد وياك تبتكر ياسر الأمور ولا تعود هاي الفوضوية والعشوائية الموجودة في اليومات الجاية. هاي من أبرز المسائل نختار نسمعها الصبح داخل بالحوار. يا اللي نختار نسمعه مشاركة ما انها ثقافة خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي واشخاص ووسائل الإعلام بيجي معروفين. لا نختار مشاكل في الناس اللي عندهم فكر جديد وعايشين المراحل الجديدة والزمن يتغير ويتطور. وظاهر لي شخصيا عنه منين يمشي في اطار ايجابي بدنا ندور نشوفوا ليله كنا في ليله ظلماء ونشوفوا ليله نشوفوا فجر ساطع ان شاء الله. ومنين يعود الناس في الروتينيات الماضيه كل ما تفرغ ومنطقه ولا توي خلق شيء خلق حوار وبلديات وايجابيات وشويه وتقسيمات قبليه وجهويه يعود بلا نتيجه بلا قيمه لا يقدم ولا يؤخر واكثر كاع ضرر من منفعه. شكرا جزيلا لكم احمد مريد بدراري الولايات الشماليه بدراري عن وايضا ناشط سياسي في الولايات الشماليه مقاطعه تيارت خصوصا. شكرا جزيلا لكم على المشاركه معنا. نتمنى ان شاء الله ان نشوفوا مخرجات صادقه النوايا وحقيقه قادره على التطبيق ان شاء الله. ونعود عند حسن ظنكم. يا مرحبا وسهلا. التوفيق ان شاء الله وخير مرحبا. سلام. لأن وصلتم معكم سامعين الصوت يا جماعة. اللي عاد الصوت ما هو مسموع. المداخلة الأولى تخطات نقيس المداخلة الثانية. اللي عاد الصوت وما سامعين وكتبوها لي. نقيس المداخلة الثانية شخصية ثانية. لا تمشوا بعيد عندكم شخصية ثانية هون تحانيكم.
ان شاء الله نجبروها على الاتصال. اياك تتكلم معنا. شخصيه ثانيه لا تبتعدوا كثيرا، مفاجآت خارجه هم اللي يعرفوكم على رؤوسكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو عندي اتصال ما هو. السلام عليكم. وعليكم. كيف الحال؟ ما شاء الله بخير وعلى خير. الحمد لله. رجاء نترقب صوتك، تفضل معنا تعرفوا على رؤوسكم ونبدو بعد ذلك. الشخصية الثانية معنا في الليلة هي اللي يتكلم معكم مرة. تفضل، مرحبا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. سامعيني والله؟ ايه سامعينك والله، تفضل. مرحبا بكم. معاكم محمد ميسارة صنبة، طبعا ناشط سياسي حقوقي على مستوى مقاطعة تيارت، ونبغى عن الحوار نقاش يتكلم عن الحوار المرتقب. وهذا الحوار بالنسبة لنا نعم. أنه ما فات خال روتين الحوارات السابقة. مازال الماء في نفس الحوارات السابقة، معناه عنه حد لا يتكلم عنه، لا يقول عنه ولد ميتا. الحوار نتكلموا عنه واللي نتحدثوا عنه واللي موريتاني كاملة تنتظروا ولد ميت. بيهمني الحوار لين يعود منسق بعد قاعد ينسقوا تعطاه الكشوة سابق بداية الحوار، الطريقة اللي لا يعدل بها الحوار شنو؟ الكشوة من طرف ولده أراه عين أسبوعين سابق تعيينه هو كشخص اللي هو منسق الحوار. معنى الحوار لا يبدأ لا بد له من جهات محايدة، جهات مستقلة قاعد عليها الفرقاء السياسية كاملة والحقوقية متوافقة عليها، ياتي قد يوخر موريتان من هذا المأزق اللي فيه. والحوار اللي يعود اللي لا يعدل، ينتظر من الشعب ياسر، ينتظر منه تنمية كاملة لهذا البلد، وينتظر منه حوارات بدون خطوط حمراء تتكلم عن العبودية وآثارها والطريقة اللي لا تعالج داخل البلد بشكل صحيح. وتتكلم مولي عن الإرث الإنساني، أحداث 89 بشفافية، وتعود له ذيك الألام اللي خلقت، وتعود مولي ذيك الألام اللي خلقت، تعود تلملمها بشكل صحيح وتداويها بشكل صح. ما تعود لها تعدلها ذاك الدول قطوا عدلها ما هو صالح، اللي بقى اثارها ما زالت الى حد الساعه. نحن نشاهدوا كل يوم 28 نوفمبر نشاهدوا جزء من موريتان يفرح وجزء من موريتان اخر حزين على ابنائه اللي ويعودوا قضايا واضحه، تعود يتبعد العسكر عن الحكم المدني بشكل صحيح، ويقيس السكنات العسكرية ويخدم البلد خدمة صحيحة، خدمة الحدود، ويعود العسكر اللي عندنا يصنع الأسلحة كيف، ومتبارك مع حماية الحدود، متبارك مع حماية البلد، ولأنه جيش وطني يلا يعود مبني وله جيش سياسي، خاصة فاتوا ما يلا يعودوا يمارسوا السياسة، خاصة هم اللي عاملين يرتبطوا يلا تعرفوا مدة زمنية ما يمارسوا فيها السياسة، ينفطروا عن هاي السياسة. أستاذ العمدة محمد، ما هي أهم النقاط التي ترى أنها يجب مناقشتها في هذا الحوار؟ الحوار إلين يعود له يخلق بصفة صحيحة. هي بصفة صحيحة ترى. بصفة صحيحة. يلا ياسر من القضايا تناقش كيف ما قلت لك، قضية العبودية، قضية الإرث الإنساني، قضية
قضيه مؤسسه الانتخابيه بشكل صحيح والخارجه، تنقيتها بشكل صحيح، تنقيه مولي الحقل السياسي بشكل صحيح. ما هو نحن ما لنا ضد الحقل السياسي، فيه ياسر من الشيء ما هو صالح. ورد مولي قانون الاحزاب الاصلي، ما هو القانون الجديد اللي معدل تمدد على مقاسه هي، معدل وزاره الداخليه على مقاسه هي، تخلي القانون الكامل اللي كان دا يصفي الاحزاب بصفه جيده، ولا عاد لابد يدخل عليه شيء من التعديلات. شوف الورقه كاملين عنها صالحه للنخبه وصالحه للمستقبل السياسي للبلد، لا يترفع منه. ما هو بعد هذه المحاصره اللي معدله بركاتيه اللي نحن بعد ما هي طارحه لنا اشكال. نحن كتيار حزب الرأي ما هي طارحه لنا اشكال للامانه، طارحه اشكال موريتان كامله، ونحن نكافحوا عن موريتان كامله، ونحن منافسه شريفه داخل الساحه السياسيه. محمد، الا ترى الأستاذ العمدة، الا ترى ان الشؤون الاجتماعيه للمواطن من تعليم وصحه وحالة مدنية إلى آخره، بنى تحتية، الولايات في الداخل، ألا يجب نقاشها في هذا الحوار؟ تحاولون أنتم الساسة أن تجروا الحوار أن يكون حوارا سياسيا. الحوار لا سيكون حوار شامل بدون خطوط حمراء، هذا هو الهدف اللي احنا فيه. هذا هو الهدف. الحوار لا يحاور جميع النقاط، طبعا لا يخش فيها التعليم، لا يدخش فيها التنميه للبلد، هذا كامل لا يدخل فيها. نحن تعليمنا خاسر من نقولوا عنه من وراء السبعينات ومن عند الثمانينات جاي تعليمنا خاسر. مره نقولوا عنه لا يعود عربي، مره نقولوا عنه لا يعود فرنسي، مره نقولوا عنه لا يعود مزدوج بين اللغتين. ضاعت اجيال للبلد، وهذا نحن كاملين نشاهدوه ونعرفوه، والناس متابعه الوضع، تعرف عن فم اجيال فاسده ركاتيها، لان بقات بين المطرقه فيه اللي جزء منها قال عنه ما يقرا العربيه، وجزء منها قال عنه لا يقرا الفرنسيه. وعاد هذه انتم في التسعينيات خلقت هذه الروايه، والله راعينا يعني قالوا هما في المدرسه الجمهوريه اللي ما عدلوا لها دراسه، اللي قبلوها وقالوا لا نعدلوا المدرسه الجمهوريه مباشره. وتعرفوا انتم يعني كل حد عندهم اقسام مكتظه، كيف للمعلم ان يقري ما يقارب 90 تلميذ الى 100 زائد من تلاميذ في قسم واحد في حجره واحده. الطريقه اللي لا يستفاد بها التلميذ شنو هي؟ الطريقه اللي لا يستفاد بها ابناء البلد شنو هي؟ ونحن يا برا عندنا في المدرسه الجمهوريه وعرفوها كامله وقالوا عن الناس تم تقرا العربيه. ما انا ضد كاع تم تقرا العربيه، لان هي لغه البلد قالوا عنه وهويه البلد وماشيين فيها عن هويه البلد كامل. يقال هذا تسكن عليه مده تسكن على جهه واحده، هذا الذي يحاور مع الفرقاء السياسيين كاملين. طبيعي عن القرارات تقواها الفرقاء السياسيه تقوى القرارات، والناس تقول عن الحوار لا يجروا السياسي يجروا حوار سياسي، لا يجروا حوار شعبي. هذا متهم به، متهم عن السياسيين لا ينطروا الحوار شرم، يدوروا كلهم الناحيه السياسيه اقوى من النواحي الاخرى. الو، لان السياسيين هم الحاكمين البلد، اي البلد حاكمين ولا الاحزاب السياسيه. يقارب ما هو مفهوم عندنا احنا بموريتانيا، ما هو مفهوم الاحزاب السياسيه بشكل حقيقي، لانك ما ترى حزب سياسي قليل. حزب سياسي اليوم مبني على هيكله صحيحه، لان الحزب الانصاف اللي يسمي راسه حزب الانصاف وحاكم البلد وقاضي البلد حاكمه في اماكن حاكمه بالقبيله، وفي اماكن حاكمه بالعرق، وفي اماكن حاكمه بالنفوذ. هذا ولا فمات اياها اي مسطره متبعه من طرف الحزب اللي يقول عنه حزب حاكم. يعرف لازم الانتخابات يخلق التزوير ويخلق حوش الناس وسرقها وتفرسيها عن العمده، ما هي اهم النقاط التي ترى انها الزاميه تكون في نتائج الحوار؟ عدد لي نقاط تعود الزاميه تعود في نتائج الحوار من اجل ان يكون حوارا ذو قيمه
والله يمكن السكوت عنه. اهم النقاط نعود ونمشي نقطة العبودية ونقطة الإرث الإنساني ونقطة الأحزاب السياسية ونقطة مولي حل المجلس الدستوري. ثم عدة نقاط نعددها لك تعود ياسر. المجلس الدستوري ولجنة مستقلة للانتخابات وبناء مؤسسة انتخابية حقيقية تبقى للبلد. كل السياسيين اللي جاوا يجبروا مؤسسة مبنية على مؤسسة مستقلة تماما، وهمها الوحيد هو عن هذه الابناء اللي تتنافس على ابناء الوطن، ومنها فاز فكر صحيح يعطى عنه فاز، ومنها ما فاز قالوا عنه ما فاز. وقربلت مولي القوانين اللي موجوده والمناهج القانونيه الموجوده في القضاء مازال يحكم به الى حد الساعه. جهات الامور يلا تنقى صراحه. وحتى عن نقيسو مولي ذيك الكتب اللي موجوده، الكتب الدينيه الموجوده اللي مازال تقرا في المناهج التربويه اللي مازال تقرا كيف كتب خليل وكتب الاخضر والدوسقي. هذا مدي الله تقعدوا لجنه تخرصوا، لانه العصر كاع اصلا ما سامحين احنا الناس مازال تقرا خليل، ومصر اللي ماهيش فيها خليل ما تعملوا لا يقرا فيها ولا عدم موريتانيا مازالت معتمدته. شكرا جزيلا السيد العمده على المشاركه معنا في هذا الحوار، في هذا النقاش عن الحوار المرتقب. اتمنى لك التوفيق. لعت عندك كلمه في دقيقه. شاكر منصة تلماس على هذا الموضوع وإثارته. صراحة منصة نشطة داخل المقاطعة، راجل المنصات الأخرى لا تعود تحل حدوها، وراجل مولي الشباب المقاطعة لا يتم يشارك ككل مختلف توجهاته بغض النظر عن توجهاته. ونقول عني مصي على مقاطعة التيارات يلا الفاعلين والمشاطر فيها يعرفوا عن المقاطعة، يلا الناس كاملة توقف معاها، ويلا الناس كاملة تمشي معاها وتعرف عن مولي. ضرك في الآونة الحالية ما هي يد أمينة، للأمانة ما هي يد أمينة، ولذلك يلا يراجع مستقبلا ونعرفوا عن التيارات ما هي يد أمينة، ولذلك يلا التيارات يراجعوا ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا لك. الشخصية الثانية نقيسوا الشخصية الثالثة ونعود ونعقبوا عليه من التالي. انتم راكم سامعين الصوت. الشخصية الثالثة جاهزين؟ تابعوا معي الشخصية الثالثة. الشخصية الثالثة معنا الليلة. ما وثنا ريناه. على كل حال السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. معنا في محمد ولسي أحمد تقدي، مهندس ووجيه فاعل سياسي، عمدة مساعد لبلدية تيارت سابقا، عضو مكتب قسم الإنصاف في تيارت. مرحبا بكم وسهلا معنا مباشر على منصة تلماس في حلقة جديدة تتحدث عن الحوار المرتقب. أهلا وسهلا، تفضلوا. مرحبا وسهلا زميل الأخ محمد محمود، شكرا على الاستضافة، وأنا شاكركم على الاستضافة، على الاعتبار والتقدير اللي أعطيتونا مثلا. نقدم وجهة نظرنا في أخبار الحوار الوطني المرتقب. الحقيقة الحوار مهم جدا، وهو نوع من التشاور، والتشاور سنة حميدة بين الفرقاء السياسيين وخاصة المجتمع. مصير واحد ودولة مثلا تحيط بها بعض الأمور اللي في الحقيقة تجعل منها التشاور في أنه تعود مستمر وبطريقة محترمة، وكل يقدم الآخر وجهات نظره. ونحن ترى أن المجتمع الموريتاني والشعب الموريتاني يتحرى من الحوار اللي إن شاء الله ربنا على الأبواب، إنه يكون حوار مجدي وحوار
عندهم مخرجات جيدة، ويعطوا يركزوا أساسا على رجال اللحمة الوطنية. كيف تعرفوا الدولة الموريتانية عندها خيرات لا بأس بها، وآخر شيء اكتشف فيها الغاز واستخرجته بشهر ذاك تم استخراجه، ولذلك الأساس ذاك هو مطلوب على أنها تقوي لحمتها الاجتماعية الداخلية أساسا، وتجعل أن الاقتصاد رابعته الأساسية هو اللحمة الاجتماعية وتقوية الجبهة الداخلية والحفاظ عليها من أجل استمرارية الدولة واستمرارية التكاتف الاجتماعي. وراجين إن شاء الله الفرقاء السياسيين كلهم يجي يتحرى لأنه يطرح وجهة نظره بطريقة سليمة وبدون تعصب لها، وعلى إذا كان اللي يكتب الرواية فاقوا عليه ماشي كامل السليم اللي يتقدم البلد مواطن متعطش له ومهم عنده. وشاكر رئيس الجمهورية على المبادرة اللي بالحقيقة تعتبر مبادرة جات وقتها مهمة، وكيف قال هو على حوار شامل، وعلى أنه بدون استثناء ما هو مستثنى أي شخص ولا أي جهة سياسية. هذا مهم. ولما ثمات يوم اللي شيء محرم مثلا الخوض به ونقاشه، هذا اللي نقطة أخرى أساسية ومهمة، ونجب على أنه يقدموا الفرصة الذي تكون مخرجات قيمة ويترقب المواطن مهمة عنده نتائج. تقدي شكرا جزيلا على المقدمة. أنا عندي ما هي النقاط الأساسية بوجهة نظرك التي يجب أن يتناولها الحوار؟ أولا النقاط الأساسية هي الجانب السياسي، مثلا الحكامة وهذا مهم. قانون الأحزاب وزارة الداخلية صادقت عليه إعادة مبادرات والله زيادة والله شيء مثلا يلمس المجموعة كاملة فاعلين سياسيين فرقاء سياسيين كاملين في البلد. مهم عندهم أنهم يشوفوا فيها ذواتهم مثلا والله يسهل عليهم ممارسة العمل السياسي في البلد، وقدم مثلا الحرية السياسية وحرية التعبير. هذا مهم جدا. هو تطوير الأفكار مطلوب، والإنسان عمله دائما يعود عمل ناقص، وكل وقت يشوف في ضرر ويشوف في نقص. مطلوب على أنه ذاك النقص يغطيه وذلك يستغرب إياه، وبالتالي تطوير الفكرة جيد جدا. ثانيا الجانب الاقتصادي مهم على أنهم يناقشوا الجانب الاقتصادي من ناحية مثلا أنهم عندهم ثروات هائلة، البلد ثروات هائلة، عندهم يفكروا ذلك التفكير ذاك والجانب الاقتصادي إنه يخرج استراتيجيات الاقتصادية اللي تربط موريتانيا بعض المؤسسات اللي تستثمر مثلا جانب التعليم يذهبوا بالغاصفات النفط والبترول اللي يقابلوا الغاز. هذه مراجعة ذيك اللي منها اللي تعود الصالح الوطني اللي يراجع مع المستثمر ما تخسرش، والتفكير فيها مستقبلا استراتيجية مستقبلا للمعادن في البلد وثروات البلد، والطريقة اللي تقدر تستغل بطريقة يعود المواطن كامل حاسس إنه استفاد من ثروة بلده توزيعها بشكل عادل. هذا مهم جدا نقاشه. مهم لنقاش الجانب الاجتماعي، إعادة تماثيلها أفكار جديدة. الفرقاء يختاروا من يناقشوا في الجانب الاجتماعي مهم. ثم الجانب الآخر الجانب السياسي أنا تكلمت به مثلا في أخبار الأحزاب السياسية ومنظومة مثلا الانتخابات، هذا اللجنة المستقلة للانتخابات وذيك قوانين كاملة تشمل بلديات تسيير مثلا. احنا نعرف على الرابعة الأساسية للتنمية المحلية ولا شامل البلدية، مجالس البلدية والمجالس البلدية عندها يعطي يطور قانونها، هو من قانون 89 87 يعطي يطور شوي
يخلص الثغرات اللي فيه اللي تعرقل مثلا التنميه المحليه، تخلص مثلا العمد عندهم صلاحيات تقريبا تعود كبيره بشكل غريب، وإدارة المشرع يخلص ورقة يخلصوا الصلاحيات من يعجب العلم مس بلدي يقود يشتغل في البلد كامل، تعود كله عنده مهام اللي يعدل مهام وما في إطار صلاحياته ما عاد فماتيها شكل من استقلال المناصب اللي القانون يعطيه للشخص العود هو واحد اللي يسير. هذا يعطي راجل كامل المنظومة كاملة تخلص فيه، لكن يمكن الدراج بالمجالس الجوية والرياضة الدراج تخلص قضيته. توزيع الثروة في اللامركزية، تعزيز اللامركزية في الحقيقة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني فترته تثبت على أنه عدل مجلس على اللامركزية، وعاد ذلك عدل وزارة مكلفة باللامركزية، وهذا مهم حتى اللي عارضه مثلا صادق عليه في التنميه المحليه اللي جات مثلا اللي جابت البعثات اللي كانت بعثات الوزارات وزاريه المشاكل في الداخل، واستمعت لمشاكل المواطنين خاصه المنتخبون المجالس البلديه والمجالس الجهويه مع الاداره في الداخل في الاشهر الماضيه، واللي صادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على تمويل ذيك الطلبات اللي المواطنين تقرر منهم الخدمة والتنمية واللي تتبع من قيمة التنمية المحلية في البلديات اللي عندها هذه المشاكل المطروحات. تقدي مرحبا. أنا في الختام دورك تقول لي ما هي أهم النقاط التي أنت ترجو أن تشاهدها في مخرجات الحوار. عدد لي نقاط مهمين عندك انت تشوفوا مخرجات الحوار وتعرف عنهم ضروريات. انا بالنسبه لي ضروري لان الحوار شامل على انه يشمل جميع المحاور اللي تكلمت عنها، الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد، وهذا مهم. ولا شك على انه اي تطوير فيه والله هذا يعطيه دفعه في المستقبل. وكما قلت أن خاصة الحكامة مهمة أنها تناقش ومهمة أنها تخلص. الأحزاب السياسية هم من رؤوسهم، والمجتمع المدني يعود مثلا موجود في إطار التشاور الذروة الحوار الذروة، ولا يلزم وليات شخصيات وطنية تعود مستقلة أنها تعود مولية موجودة هي تطرح مولية آراء والناس اللي متخصصة في الجانب الاجتماعي لا تحضر بالمخرجات اللي نتمناه انها هو تقريبا مراجعه قوانين الانتخابات كيف وخاصه اللجنه المستقله للانتخابات معنا يا تعود معي لجنه مخصصه يا تعود لجنه كذا تخلص فيها كذا او النزاهه بدل ما تعود هناك مخصصه. مهم ان القوانين كامله تخلص وتعدلها آلية تطبيق تعود بسيطة وتقدر المواطن والمتعب يستفاد منها. وثانيا الأحزاب السياسية تقريب وجهات نظر المتحاورين بأخبار الأحزاب السياسية مهم جدا، مهم إعلانها تشاف. وثانيا قضية الثروات أنها تطرح الاستراتيجية في المستقبل، تعود ثروات البلد معروف جيشي، ومحاربة الفساد في ذاك الإطار ذاك هو ثم اللي تعزز اللامركزية عشان تخلق تنمية شاملة للبلد. هذه النقاط أنا مهمة عندي إنها تعزز وتشاع. شكرا جزيلا لك. المتحاورين لأنهم كلهم يعودوا وصل قاعة الحوار تقريبا أنه يعود جاي فاهم أنه هذه مسؤولية كبيرة، وأنه يعطي حدود ما هو متعصب على أفكاره ولا عنده شيء مسبقا لا تقدم على أنه يعطي وعدل لا يعدل هو والله ما يخلي شيء والله ما يصلح شيء. نقاش مهم وتلاقح الأفكار مهم جدا. ومبدأ التشاور بالحقيقة هو أهم شيء موجود في المجتمعات الديمقراطية. شكرا جزيلا أخي.
شكرا جزيلا لك ومرحبا واهلا، وان شاء الله نشوفوا ارائكم في مخرجات جميعا، في مخرجات الحوار، نشوفوكم كاملين مخرجات الحوار بشخصيات كانت خارج نواكشوط، لا ادري هل دخلت سنتمكن من الاتصال بها، ما نعرف. شوفوا هذا كانوا جم، وشخصية أخرى شبابية كانت خارج نواكشوط، شوفوا كان جاد. اهلا وسهلا. شوفوا احنا طولنا نعدلوا حوصله بالمجال، بهذا المجال عن المداخلات بشكل عام. هذو قبط لكم شخصيات متفرقه سياسيه لا تجمعها كوكبه، لا يجمعها مثلا حزب واحد ولا اتجاه واحد. يبدو ان الشخصيه الرابعه معنا مباشره، نتصل بها. الشخصية الرابعة لا تذهبوا بعيدا، سيكون هنالك شخصية رابعة، لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. هنالك شخصية أخرى، شاب من الشباب النشط، شباب المثقف، الذي عنده دور هو كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم محمد حمود؟ مرحبا وأهلا وسهلا. تعالي الأثير مباشر على منصة تلماس. تعرفوا على رؤوسكم أولا. حياك الله حياك الله. تعرفوا على رؤوسكم أولا. حياك الله الأخ محمد حمود، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. أنا كنت متابعكم من قبل قليل، ما أنا كنت واخذ ودخلت بعد. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على السلامة. تفضل. احنا موضوعنا الحوار. اولا اعطينا كيف يكون الحوار عندكم بيحي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية راني شاكر مؤسسة تلماس الإعلامية على هذا الحوار. مثل هذا الحوار اعتبر عنه مهم جدا ومقصود فيه، خاصة في ظل سيطرة خطابات التفاهة وخطابات الشعبوية، هذه الفضاءات اللي احنا اليوم محتاجين الساحة الثقافية والساحة السياسية في البلد. مثل هذا المحتوى، مثل هذه المحتويات محتاجين له، لأن الناس للأسف الواحدة فيها لا كما تعرفوا بعض ما لابد من الحد. هذو الروايات اللي تافهة واللي ما تقدم البلد ولا تثري الساحة بشيء مفيد. الحوار كما قالوا الأخوة المتداخلين سابقين مهم جدا، ولا ينبغي طارئ موريتان دائما لا يخلق حوارات في فترة زمنية، يخلق بعد شدة في المراحل الماضية حوارات. لأن الحوار قد يعود كما قلتوا الناس نأمل فيه ياسر. والله المفروض ان احنا نأمل فيه، لأنه هو موضوع الحلقة. موضوع الحلقة انه الذي نختار نشوفه الحوار الجديد، الحوار المزمع تنظيمه. بالنسبة لي شخصيا، اولا محمد الله، ما هي اهم النقاط التي ترى انها ضرورية في ان تكون بالحوار؟ ولا نعم، هذا من النقاط اللي حسب فهمي. صحيح. النقاط اللي ظهر كل متداخل هي يتم التطرق لها في الحوار المزمع ان شاء الله تنظيم. نعم. لا شك على انا بالنسبه لي كاقتصادي، نعم، الشاب مهتم بالشؤون التنمويه في البلد. اعتبر على فن نقاط مجال العرف عادة أصبحت تقليدية دائما يتم التطرق لها، وأنا لن أتطرق لها، لكن من يتعلق بذكر الأمور القضايا السياسية والقضايا السياسية، مثلا قضايا لجنة انتخابات الأحزاب السياسية، وكذلك القضايا المتعلقة مثلا لإرث الإنسان وكل أمورها. أنا واضح أن قد نعود لا نتطرق، لا نخليها لبعض المتداخلين ولا متداخلين آخرين. أنا ظاهر على أهم شيء يعرضنا نشوفه في الحوار هي المحاور اللي تتعلق بالتنمية. البلد محتاج التنمية، بلد يعاني من معوقات وعنده إشكاليات في مجال التنمية.
هذه مش إشكاليات وهذه ما نقدر مثلا حاول تاني على إني والله وعلي أنا تترخص بعض محاور على سبيل المثال مثلا محور يتعلق بحوكمة مؤسسات الدولة وعلي على محتاج إن نشوف الحوار الوطني حلول متعلقة بإشكاليات الحوكمة ومؤسسات الدولة حلول مثلا متعلقة بإصلاح الإدارة العمومية وتعزيز الشبابية فيها والرقابة المالية يبدو أن حلول مبتكرة في المجال تقول مولي لا يتعود افيكاس مثلا فعال دائما المحور اللي هو الحوكمه مولي نحتاج الحلول في قضايا تقريب الخدمه من المواطن من خلال مثلا رقمنه تلك الاجراءات الاداريه اللي معه البيروقراطيه اللي قد نعود نشاهدوها بياسر من قطاعات الدوله. المفروض نشوفوا حلول فيها تعود على غرار الحلول اللي فاتوا عدلت كيف هويتي. هذا نوع من الحلول مهم جدا لانه يسهل الخدمه ويقربها من المواطن. هذا نوع من الحلول فهم ياسم الاجراءات الاداريه المزارد يا الله تلحق هذيك الرقمنه ومن اجل تبسيطها ومن اجل اللي انها تقلص من الفساد. معروف على ان الرقمنه على انها مساعده الرجال على انها مجال الحوكمه دائما ومؤسسات الدوله على انها حدت من الفساد وبالتالي باش عاد فهم حلول جديده اخبار الاجراءات الاداريه ورقمنتها باش عاد ذاك يقدوا الشبه يقرب الخدمه اكثر من المواطن ويحارب الفساد بشكل اكثر. والفساد تعرفوا على انه معضله من المعضلات اللي هو معوقات التنميه وبالتالي محتاجين في محور بعد في محور نعود فهم الحوار الوطني فيه محور حول الحوكمه ومؤسسات الدوله. المحور انه يتطرق لقضيه الفساد وقضيه الاداره وتقريب الخدمه المواطن وقضيه مولي استقلاليه القضاء واصلاح قطاع العداله. القضاء باش عاد مستقل باش عاد دوله القانون باش عاد قويه باش عاد الاقتصاد باش عاد يتقدم على القدام وباش عاد الاقتصاد يتقدم على القدام باش عاد فهم التنميه باش عاد فهم التنميه باش عاد تكون الامور الاخرى كامله جار عليه طرف. ولاني انا دائما نقول مع الاصلاح على انه عباره عن مقاربه انه قد يمثلوا مثلا انه مجموعه مقاربات في بلد يا بدهم تتفق عن باش قد يمثلوا قضيه الخيمه ما تصيب عن الكيزه لا تصيب عن خوالف لا تصيب عن دواريك وبالتالي حد همه يبنيها بنيه صالحه الواحد رجال حد همه اللي ينميها تنميه شامله وتنميه مستدامه حقيقيه. لابد ان تكون عندنا مقاربات اصلاح شتى المجالات. والله لعن محور الحوكمه ومؤسسات الدوله يلا يعود عنده اولويه الاولويات زي اللي قالوا الحوار مرتقب ان شاء الله. لان هذا ما اقدر عنه من اهم الاهم. والمحور الثاني مولي ظاهر لي على المحور الثاني يرجع مولي عنده مكانته لائقه به في الحوار. انا شفت موريتانيا هذه دائما كل حكم جاء والله كل نظام جاء يحاول انه يعني يبني يضيف فعلا لبناء من لبنات البناء وذنه قال دائما عندنا مشكله على ان الخارج من السياسات على انه ما هي سياسات طويله المدى. معنى اننا نقترح على نعود في المحور نعود عباره عن رؤيه تنمويه شامله في البلد لاصلاح البلد والله تنميه البلد. هاي الرؤيه يلا تعود طويلة المدى مثلا طويلة المدى 10 سنوات الى 20 سنه تعود ملزم بها اي نظام جديد تعود ترقى مستوى الدستور. ترقى مستوى الدستور تعود مثلا لأنا ما حد اجماع وطني. هاي الرؤيه تعود ما غادي لا شيء النظام الالهي شيء ولا النظام الالهي اي رئيس جاء مجبر انه يسلم بها لانه مجبرها قدامه وتعود رؤيه تنمويه قلت لك شامله تعطي حلول جميع المجالات وتعود جميع القطاعات وجميع الجهات موريتانيا مولي
قابلتها بعين الاعتبار، وتعود مولي فهم آلية، تعود مولي فهم آلية لتقييم أثار ذيك السياسات وذيك الاستراتيجيات اللي تعدل، يعود فهم آلية تنخلق آلية جديدة لتقييم ذيك السياسات. كل فترة زمنية نعرفوا شنو هي أثار السياسات العامة على النمو وعلى التشغيل. وبالتالي معناها أن نعتبر عن فم يعني تعود فم محور خاص بخلق رؤية تنموية شاملة ويصادق عليه المجتمع كامل، تعود على مدى 10 سنوات إلى 20 سنة. احنا دائما نعود لما فهم الرؤية لا يتم دائما فهم لا رؤى تعود قصيرة المدى اللي كلها وعلى عليه لا شيء له شوفوا فترته هو السياسية ويجبر نتيجته. احنا ندوروا الشيء الموريتان اللي جاء واللي مشى ما غادروا فيه شيء، لذلك هاي رؤية نتوقع عليها الموريتان. هذا نقدر نقولوا على انه مثلا المحاور الاثنين اللي قلت لك ان الله لا اعلنهم، قد نضيفوا لهم محور ثالث مثلا عبد الله متعلق مثلا. عندي سؤال في هذا المجال قبل ان نخرج هذا الموضوع. انا كان يطرح سؤال على ضيوف الماضين على عن ما هي النتائج المتوقعه، الحلول المتوقعه من طرف هذا الحوار. غير انا يطرح لك سؤال، إذا الحوار يحاول بعض شره أن يكون سياسيا محض، وأنت تكلمت عن الجانب الاقتصادي لأنه مهم، لأن الجانب الاقتصادي يهم برافعة الدولة وأيضا على الحكام إلى آخره. بالنسبة للجانب السياسي أنا بالنسبة لي عن الهدف يعود الهدف من السياسات العمومية كاملة، الهدف من يعود لا التنمية واللي يعد الكامل من السياسة من المحاور. أنا بالنسبة لي السياسة أداة تعود أداة الوصول للتنمية المنشودة. أنا نبغي نشوف حلول تنموية، أنا نبغي نشوف أمور لا ترجع على البلد. السياسة، الأحزاب، الأمور القضايا السياسية كاملة هذه أدوات ولا هي الغاية. الغاية تعود التنمية. مازالوا عندنا غاية التنمية. مازالوا عندنا 3 دقائق. أنا ندورك تقول لي من هم الشخصيات اللي بوجهة نظرك اللي لابد يقعدوا حاضرين للحوار؟ ما هي مواصفات الأشخاص ولا الشخصيات التي لابد أن تكون في الحوار؟ هذا حسب المحاور اللي لا يتم نقاش والتطرق لها. احنا نحاول أن يكون جامعا. نحاول أن يكون جامعا. تعود الحوار شامل. غير الحوار شامل غير مودي لا تفكيكه الى محاور حسب الورشات يعني. نعم هذا هو الطبيعي. كل الاحزاب السياسيه نعطيها متعلقه بالسياسه. قال لهم انتم الشخصيات السياسيه شوفونا البلد من الناحيه السياسيه شارطوا يعدل يقدم يقدموا رؤيتهم في السياسه. قال المجال الاقتصادي من يلا ينقبلوا خبراء، المجالات التنمويه كامله ينقبلوا خبراء، والخبراء انت تدور النتيجه، انت ما تدور هو مثلا ما انت ما تدور ترضي به ماده والله تقول لهم الماده هي قضيه تقسيم بين الاحزاب. قال كل حزب مشوا كلام من الرقاش. اذا كان لا اعتبر انه ذاك ويلا من ادارته انا بعد اقترحون على ادارته على انه مباشره الناس اللي تدير الحوار انها مباشره تشتغل من ورا على كل عنو تقسموا شورى محاور ورشات والله شورى مجالات. كل مجال تلود له حد يقدر يقدم في شيء، حد يقدر يقدم تحرير الاشكاليات المطروحه والمشاكل المطروحه وتقديم الحلول المناسبه اللي ظاهره وعلنها تقدر تطبق. وش النظري وحده مو كيف، لابد من الشيء قد يطبق. على سبيل المثال احنا محتاجين قلت لك الروايات تعود مثلا لا يتقدم لنا حلول في عده مجالات. مجال على سبيل المثال انا اعطيك المجال مثلا نقولوا الفقر والبطاله. مجال الفقر والبطاله يلا يعود فهم برامج موجهه لدعم التشغيل الذاتي، تمويل مشاريع يعود فهم شيء غير يعود منطلق من التجارب الماضيه. هذا لا بد لك من خبراء في المجال، الناس اللي عندها تجربه في المجال. تفعيل مثلا دور صندوق دعم المقاولين الشباب، لا بد ان تكون ماده متخصصه في تكبر تجارب في الدول المجاوره
في المجال توجيه مثلا استثمارات نحو المناطق الاكثر هشاشه، خلق فرص مثلا عمل محليه. عندك مثلا محور ضعف مثلا مجال البنى التحتيه. البنى التحتيه يلا نعرف وش مجال عندهم مشاكل اخبارها، ايش عندهم الشاب عندهم مشاكل كبرى لفك العزله عن البدايات الداخليه، ايش منها مازال معزول. العزله راهي ما هي العزله ما نقول لا ولايه والله مدينه ما جايه قدرها، والله مدينه جايه قدرها معناها نفكت عن العزله. العزله في في الامور كامله، العزله في التعليم، في الصحه، في الاتصال، في المياه الصالحه للشرب الى اخره. صحيح. يلا نشوفوا الامور كامله، نشوفوا مجال التعليم والتكوين، يلا المناهج التعليميه مثلا يلا نشوفوا وش بسم الله تراجع لين تتكلم مع سوق العمل. ذاك فهمتوا؟ وشوف التعليم الفني وزيك التقني وتحسينه والله تطويره ورفع مستوى جودة التعليم الفني. يتحجج نعم. سؤال أخير دقيقة. يتحجج البعض أن بعض الحوارات الماضية ما قد تطبق، والله ما طبقت، كان هدف منها سياسي الوحدين وفقط ولا طبقوا نتائجها. هذا من التخوش الموجود اليوم، هذا من التخوش الموجود اليوم من طرف بعض السياسة وبعض المتابعين للشأن العام. ربما له ما يبرره، لأن الحوارات تم دائما يعود هدفها معروف أنها حوارات سياسية هدفها أنها توصل نتائج، قاعد تقول النتائج معروفة سابق يطرح الحوار. نعم. هي كارثة. والحوار ما يعرف النتائج، ما تعود النتائج تعود. أنا شفت الرؤية التنموية الشاملة اللي قلت لك، المحور الثاني اللي قلت لك، هي هو الرؤية التنموية الشاملة دائما تكون نتيجة السياسات فرضها المقاربات أفضل المؤسسات الدولية. نعم. أنا الرؤية الشاملة التنموية الشاملة غير تعود نتيجة حوار وطني، تعود نتيجة جاية من المواطنين. نحن نعرف حاجياتنا وبالتالي لا نعرف الآلية التنفيذ والله الاستراتيجيات المناسبة لتلبية الحاجيات اللي حددنا. فهمتوا؟ جاي من التحت، غير جاي من الناس اللي تعود انت تقرا، انت تقدر تقدم استراتيجيه اقتصاديه غير قابله للتنفيذ، لانك قابض معي اعتبار مشاكل والامور الواقعيه والمتاح في البلد. غير تعود منطلق انت كخبير تعرف الموجود والمتاح. اي سياسه عدلتها تعرف انها قابله للتنفيذ، وبالتالي الصبح لا خط بها يلا تعود تنفيذها بسيط كلي، لانها محليه. الرؤيه والسياسه يعودوا محليين، يعودوا دائما قاضين على الاعتبار تشكل عوامل كامله، وبالتالي تنفيذهم لا يعود ما هو صعيب. دائما تعود اللي قاضي لا شيء غير ذاك، دائما عاده يعود معنا لك سلك القضيه للناس الغير متخصصه. الاحزاب السياسيه يعرفوا اللي دوره، يقدروا لي دوره السني، يتقاسموا السني دوره كذا، يعرفوا هما. غير ما يعرفوا، غير قدود ما يعرفوا الشكل الصح من الناحيه التنمويه الاقتصاديه في القطاع كذا قطاع. مثلا يقول لك احنا ندوروا المعلم على سبيل هذا وذا حق، وانا بعد نختار المعلم نعود نشوف الملايين. قال مضر كانت صح اقتصاديا حق لا تقولوا يدوروا هياك تجربه نقاط سياسيه، يعني انت واحد من الماليه وواحد من الاقتصاد يقول لك لا، يقول لك لا قلت الصح لانه منطلق من ارقام حق لا. والله فاهم حتى الصح على المدى الطويل. لا صحيح. الممكن عند الدوله، الممكن عند الخزينه. صحيح. الممكن عند والله صحيح. ممكن حسب موارد الدوله. صحيح. هذا مهم. صحيح. يعود على التعليم، يعرفوا المناهج المناسبه، موارد التعليم يتعطى الاولويه في المناهج، يعرفوا مشاكل مطروحه في منهج الحساب، منهج الفرنسيه، منهج كذا، بانهم مارسوه وقراوه. صح. شكرا جزيلا لك. انا كسياسي نود المناصب، قاعد انا كسياسي بدور اني اطرح رؤيه للتعليم. انا يرتبط اعرف الا بس بحال نعود دبيته. صحيح. شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. وبالتالي دائما كلام سياسي عام، ما هو كلام تقني فني. انا ادعو ان نعطى مجال للفنيين، الفنيين دائما تفضل كمل. أكفنتوا. تفضل. الفن في كل قطاع. وهكذا
ارجو على اني نعود. انا ما كنت محضر ذا لاني ماني هون. صحيح. كنت واقف شويه غير بعد بالنسبه لي. ما شاء الله. كيف تبارك الله، كانت مداخلتك جميله جدا، كانت جيده، وخصوصا في الجانب كاع الاقتصادي اللي كان خاصنا توطيره اكثر، لان المتداخلين الماضيين كان اكثر عندهم الجانب السياسي والطابع السياسي، كيف بعض من الساسه كاع الموريتانيين بشكل عام اليوم قالوا يجروا الحوار لان يكون تعطرتونا اقتصاديا. شكرا جزيلا لك. المحور الاقتصادي، المحور الحوكمه، هذه المحاور مهمه لابد ان يتم نقاشها. شكرا جزيلا لكم. محاور يتم نقاشها. شكرا جزيلا لك. في محاور متعلقه بالهجره ونزوح السكان للعاصمه مثلا، التغير المناخي. هذا محور مهم لان احنا اليوم عندنا عاصمه فيها ضغط ومدن منشوره. صحيح. يلا تقدم حلول في هذا المجال. يلا تقدم برامج مثلا استصلاح الزراعه على سبيل المثال. لا بدك عن محاور ما تشوفها. يلا كل محور يناقشوها له. الله صحيح. بارك الله فيك. صحيح. بارك الله فيك. اجدت وافدت. يا مرحبا. مرحبا يا مرحبا، جزاك الله خير. مرحبا وسهلا. أعزائي المتابعين، هكذا أكملنا الليلة هذه الحلقة معنا الحوار. استضفت لكم شخصيات سياسية مثقفة أكاديمية مؤطرة بهذا المجال. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، وإن شاء الله سنعود إلى حلقات أخرى وفي أيام قادمة في مواضيع شتى. شكرا جزيلا لكم.